عجينة القطايف مفيش أحلى ولا أسهل منها في البيت. النهاردة هنعرف كل التفاصيل اللي هتخليها زي الجاهزة وأحلى، وإزاي تطلع معاكي مقرمشة وفي نفس الوقت دايبة. كل ده هنعرفه في التفاصيل النهاردة. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف معناه ايه. وأول حاجة بنحضرها هي شربات بيكون تقيل وبارد. كوبايتين من السكر، هنضيف ليهم كوباية ونص من المية. بس في مقطع هنا اتحذف، أنا ضفت هنا معاكم كوباية لكن أنا ضفت كوباية ونص. كمان هنضيف ليهم باكت من الفانيليا وعصرة ليمونة صغيرة كده ومعلقة من عسل الجلوكوز. هنرفعهم على النار وهنسيب المكونات دي تغلي مع بعضيها وفي نفس الوقت تدوب، وهنهدي النار شوية وهنسيبها لمدة 10 دقايق. طبعا الشربات كل ما هيبرد معاكي كل ما هيديكي القوام المطلوب. اهم حاجة في الوصفة الشربات، تظبطي الشربات الصح هيطلع معاكي كل حاجة من الحلويات الشربات بتاعها المطلوب او المظبوط. بعد 10 دقايق فضيته كده في حاجة واسعة وسبته يبرد تماما على بقى محضر المكونات بتاعة النهاردة اللي مفيش اسهل منها. مبدئيا كده هنضيف كوبايتين من المية، والمية تكون دافية، يعني تكون دافية معاكي خالص. هتضيفي المية الأول وبعد كده هنضيف معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة ممسوحة من الخميرة. هنضيف عليهم رشة صغيرة كده من الملح ما بين ايديكي. هتدوبي المكونات لحد ما السكر والخميرة يدوبوا في المية، وبعد كده هننزل بالدقيق. عايزاكي الكوباية اللي هتستخدميها في المية هي اللي تستخدميها في الدقيق. كوبايتين من الدقيق، وهنضيف رشة صغيرة كده من الفانيليا، ولو هتعمليه حادق ما تضيفيش فانيليا في الوصفة. معلقة صغيرة من النشا وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، كل ده بالمعلقة الصغيرة بتاعة الشاي. قلبي المكونات. في الوقت ده هتلاقي طبعا القوام تقيل، فهنحتاج ان احنا نضيف مية تاني. كل دقيق غير التاني، فغالبا الوصفة دي مفيهاش مقادير مظبوطة قوي، نعتمد بس على القوام بتاعها وازاي بتكون معانا في التسوية، وده هنعرفه النهاردة واحنا شغالين. ضفت تلت كوباية من المية كمان، والمية نلاحظ ان هي لازم تكون دافية معاكي علشان تشغل الخميرة معاكي شوية. يبقى كوبايتين الدقيق ضفنا ليهم كوبايتين وتلت من المية. القوام معاكي في الأول بيكون بالشكل ده. على طول لازم نعديها على مصفى علشان لو في أي تكتلات أو أي حاجة من الدقيق كل ده يتصفى وتبقى الخليط ناعم معاكي، أو ممكن تعديها في الخلاط وتضربيها كويس جدا. بس في كل الحالات لازم تعدي على مصفى علشان تكون نضيفة معاكي وسايل معاكي خالص مفيهاش أي حاجة. بما ان بقى في خميرة يبقى العجينة بتاعتنا دي لازم ترتاح. هنغطيها وهنسيبها حوالي نص ساعة علشان نشتغل فيها. ده بالنسبة ان احنا الجو ساقع، فلو في الصيف بتسيبيها حوالي 10 دقايق بس وبتشتغلي فيها على طول. بعد نص ساعة بنقلبها كويس جدا لان بيبقى فيها فقاقيع صغيرة كده، فلازم نفضيها منها كويس جدا، وبعد كده بنصبها في اي حاجة وبنبدأ في التسوية. العجينة دي كلها بتختبريها في واحدة أو اتنين في الأول. بنجيب طاسة والطاسة دي تكون محملة شوية علشان ما تتحرقش معاكي بسرعة، يعني خليها كده تكون محملة شوية علشان تتحمل التسوية. أول ما بتسخن جامد على طول بننزل وتشوفي الحجم بقى اللي انت عايزاه أصغر من كده تمام، عايزاه أكبر من كده برضو تمام. صب وبنسيبها ما بنجيش ناحيتها خالص الا لما العجين ده كله يستوي من على الوش، وبعدين بنشيلها. طبعا ما بدهاش لون من تحت غامق بحيث ان احنا لما نيجي نحمر بعد كده ناخد اللون الذهبي وفي نفس الوقت تكون مقرمشة معانا في الاخر. نفترض بقى في الوقت ده ان انا جيت اصب لقيت العجينة ما بتعملش الفتحات اللي على الوش او الاخرام اللي على الوش دي، يبقى العجينة تقيلة معاكي محتاجة ان انت تخفيها بشوية مية. فعلشان كده ما زودتش ميه من الاول خالص. لما نحتاج ميه غير لما نحتاج دقيق، يعني لما تحتاجي فيها ميه احسن ما تحتاجي دقيق وبتعرفي تظبطي ايدك فيها. طبعا انا سويت واحده في الاول لقيتها تقيله معايا، بتعمل فتحات على الوش وكل حاجه لكن مش بالنسبه اللي احنا شايفينها دي. فعلى طول ضفت ليها معلقتين من الميه وقلبت كويس قوي. لازم تقلبي ما بين كل واحده والتانيه وانت بتصبي، يعني تمسكي مضرب في ايدك كده او معلقه وتقلبي كويس قوي وتصبي.
تجيبي صينية وتحطي عليها فوطة وكل واحدة بتطلعيها على الفوطة دي، أول ما بتبرد بنحطهم على بعض كده، بس تحاولي إن انتي ما تزنقهمش قوي علشان ما تلزقش في بعضيها. أول ما بتطلع من الطاسة بتكون ناشفة شوية، مجرد ما بتحطيها على الفوطة ثانية واحدة بس بتطرى وبتبقى معاكي زي البلبل. عايزة اوريكي بقى الفرق ما بين دي كانت أول واحدة اشتغلتها، شايفين شكلها عامل ازاي، تحسي انها تقيلة كده ومفيهاش فتحات كتيرة على الوش، مكتومة. مكتومة دي يبقى على طول محتاجة شوية من المية، فنخلي بالنا زي ما قلتلك الحكاية مش حكاية مقادير، هي تظبيط عجينة مش أكتر من كده. فدي في ايديكي وانت شغالة تقدري ان انت تتحكمي فيها. لكن بالنسبة للدقيق اللي أنا استخدمته خد مني 2.5 كوبايات بالظبط من المية. شايفين الفرق ما بين دي ودي؟ حاجة كده في منتهى الجمال، جربيها وعلى ضمانتي إن شاء الله. وأكيد زي ما قلتلك لو عايزة تحشيها حادق مش هتحطي رشة الفانيليا اللي احنا حطيناها في العجينة، على طول بقى هنبدأ نحشي الكمية بتاعتنا، والحشو هنا بيكون على حسب الرغبة. طحنت شوية سوداني كده في الكبة، والطحنة بتاعت السوداني ما تكونش ناعمة، لازم تكون خشنة معاكي كده علشان طعمها هيكون حلو. ضفت كمان معلقتين من الزبيب و3 معالق من جوز الهند، وبقيت باكت الفانيليا اللي احنا حطينا منه في العجينة، وهنقلبهم مع بعض كويس، وكده الحشو هتكون جاهزة معانا. ضفت حوالي معلقتين صغيرين كده وقفلت عليها، بتتقفل معانا بكل سهولة، بس لازم ان انت تتكي عليها وتتأكدي ان هي متقفلة من كل حتة علشان ما تفتحش معاكي في الزيت. لكن بصراحة ما شاء الله مفيش ولا واحدة فتحت، وكلها أحلى من بعضيها وفضلت مقرمشة لحد تاني يوم. القرمشة دي بتيجي من التسوية، وبتيجي كمان من المعلقة الصغيرة بتاعة النشا اللي احنا حطيناها في العجينة، متزوديش نشا علشان تعرفي ان انت تقفلي القطايف، هي يدوبك على المكونات دي بتضيفي معلقة صغيرة بس مش أكتر من كده. بقى خطوة القلي أو التحمير، زيت، بس الزيت يكون غزير شوية علشان تطلع معاكي برضو ناشفة. طرية يبقى ان انتي قللتي الزيت بتاعها. تمام. هنا الشربات خلاص كان بارد معايا خالص، وده بيكون القوام بتاعه. سيبي الزيت يسخن، عايزة الزيت يسخن بالشكل ده، بتنزلي بكمية القطايف في الطاسة اللي انتي هتقليها، وبعد كده بتهدي النار شوية، ما تهديهاش قوي، شوية صغيرة، بحيث ان هي تتحمر بقى براحتها كده وتاخد اللون المطلوب. على ما تاخد اللون المطلوب هتكون قرمشت معاكي ووصلت للقوام اللي انت محتاجاه. وحاولي ما تغمقهاش قوي، يعني اللون الذهبي ده بيكون حلو قوي. انت اول ما هتضغطي عليها كده هتحسي ان هي قرمشت او نشفت معاكي، طلعيها على طول. اول ما بنطلعها من الزيت بطلعها على مصفى كده جنبي وتحتيها طبق، وبسيبها على ما احط الدور التاني. اول ما بحط الدور التاني على طول بقوم جايه احطها في الشربات، ما بنسيبهاش كتير في الشربات، هو حوالي دقيقه كده او دقيقتين علشان ما تشربش شربات كتير وتكون تقيله معاكي. ونخلص بقى كل الكميه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، مفيش اسهل من كده. عايزاكي تعمليها وتاكدي ان انت هتعمليها احلى من الجاهزه ان شاء الله باذن الله. هنا بقى كان اخر دور معايا، وحبيت ان انا اوريهولكوا. ما بيقعدش كتير في الشربات، يا دوبك دقيقة كده وبتطلعيه على طول. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعتي النهاردة، وبألف هنا وشفا مقدما ان شاء الله للي هيجربها، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بس عايزة اقولك ان لو اول مرة بتشوفيني، لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك للفيديو. واكيد لو في اي استفسار سيبيلي تعليق وانا هرد عليك على طول ان شاء الله. لو حابه بقى تفرزيها هتفرزيها وهي محشيه، ما ينفعش ان احنا نفرزها وهي عجينه كده، بنسيبها تفك نص فكه بس كده من الفريزر وبنقليها على طول. شوفي لي بقى القرمشه والذوبان اللي بيفضل معاكي لحد تاني يوم ان شاء الله. وبكده اكون خلصت الوصفه بتاعتي النهارده، اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده على الف خير.